إنجيل الحد التالت من شهر كيهك بنلاقي فيه حاجة حلوة قوي. ايه هي بقى؟ بنلاقي ان في فرق كبير قوي بين صلاة العذراء أو تسبيحتها وصلاة الفريسي. صلاة الفريسي كانت بتركز على نفسه وعلى أعماله، بعكس خالص تسبيحة العذراء اللي كانت بتركز على ربنا وأعماله العظيمة. واتضاع العذراء ظهر وهي بتذكر نفسها في إطار الخدمة، والتواضع الحقيقي إن أنا أعرف إن أنا محدود وضعيف، لكن ربنا هو اللي بيرفعني. وده باين جدا في تسبيحة العذراء لما قالت إن القدير صنع بي عظائم. من ضمن العظائم اللي الست عذراء كانت تقصدها إنها تكون مباركة في كل الأجيال، والحاجة دي محدش عمره يقدر يعملها إلا ربنا. الست العذراء قالت كمان تبتهج روحي بالله مخلصي، وحتة تبتهج روحي دي الست العذراء قالتها كاستجابة للملاك لما قال لها افرحي، عشان احنا قلنا إن كلمة سلام لك معناها افرحي. وبرضو اللي استجاب للفرح ده كان يوحنا في بطن اليصابات. وشهر كيهك مليان بحاجات كثيره، مليان فرح، تحس اجواءه كده كلها فرح. الملاك بشر العذراء قال لها افرحي، وكمان الملاك بشر الرعاة وقال لهم افرحوا. والفرح ده هو الفرح بالتجسد اللي هو اتحاد الرب بالبشريه، وده فرحنا في شهر كيهك، والفرح ده هيستمر معانا للابديه. وكمان الست العذراء قالت جمله حلوه قوي، لأنه نظر إلى اتضاع أمته. على الرغم من أن ربنا عالي لكنه بينظر إلى اتضاعنا. ربنا عينه بتكون على كل إنسان متواضع وبسيط. بعد كده العذراء بتكمل وبتقول فهوذا منذ الآن جميع الأجيال تطوبني. وأول واحدة طوبت العذراء كانت اليصابات لما قالت لها طوبى للتي آمنت. وكمان واحد من الجموع طوب العذراء لما قال للسيد المسيح طوبى للبطن الذي حملت. لكن ساعتها السيد المسيح جاوب وقال لكن طوبى للذين يسمعون كلام الله ويحفظونه. ورد السيد المسيح هنا ما كانش ابدا بيقلل من العذراء، بدليل ان الكنيسه بتقرا الفصل ده في اعيادها، لكن ربنا بيورينا السبب الحقيقي في تطويبها، وان هي كانت بتسمع كلام ربنا وتحفظه في قلبها. اخر حاجه نلاقي ان ربنا بيقول حاجه مهمه جدا، ان الله يقاوم المستكبرين واما المتواضعون فيعطيهم نعمه. المتكبرين اللي بيشوفوا النعمه اللي في ايديهم بسببهم، فبيحسوا ان هم مش محتاجين ربنا، على عكس خالص المتواضعين اللي بيكونوا شايفين ان نعمة ربنا هي اللي محوطاهم. ولو هنتعلم حاجة من انجيل الحد الثالث هو ان احنا نكون متواضعين تحت ايد ربنا، ونفتكر دايما ان ربنا بيرفع المتواضعين. كل سنة وانتم طيبين، ولو عندكم اي اسئلة اكتبوا لنا تحت في الكومنتات.